السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الخبر الجديد: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية رسلت هذا البلاغ بخصوص تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث لسنة دراسية 2025-2026. كما راكم تشوفوا راها معنا في 18 مارس 2026. هذا هو البلاغ اللي راه قدامكم في إطار التحضير الجيد لتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية، شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026، وحرصنا على ضمان السير الحسن لنهاية سنة دراسية 2025-2026. تعلم وزارة التربية الوطنية عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للمستويات التعليمية الثلاثة وفق الترتيب الآتي: يرجى تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي اللي هما سنة الخامسة أيام 3 و4 و5 ماي لسنة 2026. ويرجى تاني تقييم مكتسبات في نهاية الطورين الأول والثاني من التعليم الابتدائي يومي 4 و5 ماي 2026. وتنظم اختبارات الفصل الثالث لجميع المستويات المراحل التعليمية الثلاثة من يوم الأحد 10 ماي إلى غاية يوم الخميس 14 ماي 2026. تبقى الاختبارات الاستدراكية دون تغيير، وتجرى يومي الاثنين والثلاثاء 22 و 23 جوان 2026. هذا هو التعديل بالنسبة لرزنامة الاختبارات نتاع الفصل الثالث لهذا العام. واش رايكم كي راهم عندنا تاع السنة الخامسة؟ كما راكم تشوفوا داير لهم 3 ايام تقييم مكتسبات نتاعهم 3 و4 و5 ماي، ان شاء الله ربي ينجحكم. وعندنا تاني نتاع الطورين الاول والثاني من التعليم الابتدائي، هادو يوم 4 و5 ماي. هذا هو بالنسبة الجديد اللي كان في وزارة التربية الوطنية. هذا البلاغ اللي رسلوه يوم 18 مارس، يعني راه عنده غيامس اللي كان. انا بغيت تاني مادام كاين جديد وليداتكم تاني ربي ينجحهم، بغيت ان نعطيكم التواريخ اللي تم التعديل عليها. انتم قولوا لي دروك واش رايكم، هل سبقوا الاختبارات؟ هل كان راح تكون بفايدة لكم او لا؟ هذا هو بالنسبة للجديد نتاعنا لنهار اليوم. ما تنساوش خاوتي الاشتراك باش لما يكون اي جديد انتم اولى به. والى هنا اترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم اوفياء لهذه القناة، ومع السلامة.